ديال اللاعبين. شوف غتجتهد مع المنتخب غتعلق هادشي النادي كبير. شفنا انا كتوقع مع الباير تم في ميريكا وصلوا لك وداروا لك تيست ميديكال وداك سميتو للصيباري ومشاو كتفرح انت كمغربي اكيد. اليوم اللعبه ديالنا كاملين في الاول وغيبقاو والتعلق ديال المنتخب الوطني المغربي جعل الشهيه ديال عدد الانديه العالميه الكبرى كتبغي تاخذ حتى مجموعه من الكشافين تتابعوا لاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. غير فقط المشاهدين الكرام والمتابعين الاوفياء بامكانكم مشاركتنا النقاش عبر يعني الاسئله على البث المباشر على الصفحه الرسميه لاسبريسو هاي سبورت وبرنامج الاستوديو المونديال. غير باش نبقاو السي حسين والسردوان في المباراه امام منتخب هولندا، لانه اليوم في كاس العالم كتنقل من دور لدور. خصنا نواجه المنتخب الكندي ليس هو المنتخب الهولندي، ولكن المفاجاه كتبقى دائما حاضره. منتخب باراغواي اخرج الماكينات الالمانيه رغم انه المنتخب الالماني ماشي هو ذاك المنتخب اللي ديك القيمه والقامه اللي عرفنا. اليوم الا سولتك سي حسين شنو ربما الامور اللي كتشوف انه خصها تصلح باش انه المنتخب يوصل لواحد المستوى افضل، وحتى الا جا خصم مستقبلا خصم كبير ربما بقيمه المنتخب الهولندي او اكثر مثلا ربما نشوفوا المنتخب الفرنسي نكونوا فعلا غنقدروا ندومينيو الماتش بنفس الطريقه كما شفنا امام البرازيل وامام هولندا. بالنسبه لي المنتخب الوطني يعني النقطه الوحيده اللي خصها تعالج وبسرعه فائقه هي ضياع الفرص اللي كنخلقوا. نعم. يعني كان صعيب علينا افون، يعني من بعد من قبل كنا كنلقاو مشكل كبير اننا نصنعوا الفرص. اليوم يعني كنلقاو في مباراه ديال 90 دقيقه كنكونوا عندنا واحد 10 حتى 12 الاوكازيون نت. نعم. نت يعني فرصه ثانيه حل تسجيل. راه العدد الاحصائيات اللي صنعنا ديال الفرص مع المنتخب الهولندي راه عدد راه شفتي واحد الفارق كبير. ما يمكنش ولا سيما ولينا غاديين وكنبدعوا في هذا الشق هذا. نعم. ديال صناعه الفرص. ف التضييع ديالها هو اللي خصنا نحاولوا ما امكن باش اننا نلقاو لها حل. هذا الحل ديال هذه النقطه بالذات في كيجي في لي سيونس دونطريمون على انه لي زاتاكون لي زارير لاتيرو لي زيلي كيحاولوا ما امكن كل واحد كيشتغل في المكان ديالو. انت كوم الي اريير لاتيرال كتحاول ما امكن باش تشتغل على لي سونطراج، ولي زاتاكون لي ميليو اوفونسيف كيحاولوا ما امكن باش يساليو لي زاكسيون. كتولي نعم. كتكرر هذه النقطه بالذات. نعم. وكتولي كتصلحها ولا كتقنها باش انه ما يكونش ضياع ديال الفرص في مباريات كثره. اكيد حسين. نمشيو عند السي رضوان. سي رضوان، اليوم المنتخب المغربي مازال قلنا هجوميا خطه المهاجم الوهمي. سجل السيباري وسجل ايضا القادمون من الخلف. شفنا ديوب في هذه المباراه. اليوم اعتقد انه نفسيا ربحنا مدافع كبير، لانه ملي كتقول طريقه باش تسجلوا الوقت فسجلوا الطريقه باش خرج الماتش وخذ رجل المباراه، فكتقول مبدئيا ربحنا مدافع كبير اللي غيكون المستقبل وغتزادوا الثقه في النفس. ولكن اليوم الادوات الهجوميه، الجهه اليمنى تشتغل دائما فين كاين حكيمي، ولكن الجهه اليسرى عندها واحد دور دفاعي كبير. واش ما نقدروش نشوفوا ربما تنويع في اللاعب اكثر، نشوفوا اكثر من لاعب يسجل، نشوفوا ربما رحيمي يسجل، نشوفوا ربما ايضا اناحي يسجل، ابراهيم دياز يسجل، نشوفوا تقريبا واحد العدد من الاسماء اللي هي جاهزه باش انها تسجل. لانه اليوم كنتكلموا حنا لعبنا 4 مباريات، لعبتي 4 مباريات في بطوله كبيره اللي هي كاس العالم، يعني راك دخلتي في الجو ديال البطوله، خاص هذاك الماكينات ديال اللاعبين تكون كلها راه خدامه. شوف هو لحد الان بغض النظر على القراءات المختلفه ديال نعم. ديال المهتمين ولا ديال الصحافه ولا ديال التقنيين اهل الاختصاص، ولكن بغينا ولا كرهنا دابا الحمد لله بحال كتقول غادي ديك بشويه غاديين ناجحين دقه دقه كنصلحوا في الامور ديالنا حتى نوصلوا لذاك المستوى اللي كيتمناه كل مغربي. فهمتي ولا لا؟ نعم. حيت الا جينا ندويو غندويو مثلا على ديوب ماركا وين ماركا، انا فرحان حاجه ماركا حيت ماركا وكان مزيان. هذاك البيت هو اللي رجعنا، وهذاك البيت عطاه واحد الثقه اللي نعم. غادي يبدا يلعب هو مرتاح، هو تيغ كان مرتاح معاك يقدر يتحول لك يولي قائد. شوف باش يلعب في هذا المستوى راه تقولي برافو. نعم. يلا التحق بنا كان في المستوى العالي، فهمتي. يلا التحق شحال عملنا من الماتش. نعم. فهمتي وعطى بوادر على انه غادي يكون هو الرقم واحد في هذاك المركز ديالو. نعم. فبالتالي هذا ربح الكره المغربيه. حتى المدرب ربما عرف القيمه ديالو قبل الماتش. نعم. عرفها. شوف مساله عاديه. نعم. خصنا نعطيو كل واحد يعطيو الحق ديالو
في الاول تغييرات جوج المباريات الاولين شكون اللي كنا كنشوفوا لي شونجمون كانوا باينين. مرابط اميموني ما عطاش نعم اشارات على انه جاهز وقادر يساعد. نعم فالمدرب كان ذكي، غيروا اميموني غيروا بجسيم. نعم جسيم عطى، وجسيم كي واخا على ذكر شوف جسيم واش ما كتشوفش بانه باش نكملوا في الحوار باش ما كتشوفش بانه لانه كاين بعض الاراء حنا كنتمناو دائما التالق ديال جميع اللاعبين كتشوف ربما انه جسيم مازال ما كاينش هذيك الشجاعه ديال المنتخب الاول. لاعب كبير كويري موهوب شنو هي الشجاعه اللي كونفيرمي. بغاو الناس كيتسائلوا نعم عليها؟ لاعب تيشدها وسط جوج ثلاثه وتيدخل وتيعطي وتيسميتو شنو لاعب. شوف لعاب الفرديات ديالو هذا، شوف وعقل على هذه المساله هذه. حنا نعم شو لا يعلم الغيب الا الله، ولكن حنا غير كنتوقعوا. اكيد انت وكان لعبتي وانت من هادشي الناس اللي اللي كاين. كيشدوا شوف الكره في رجليهم من وكتعرف. احسن الكواري هو ابراهيم دياز اللي كيلعبوا بالرجل اليسرى ملي تيشدوها. لعب بالو بي رابيد، كيفيكسي كيدخل كيبينيتري تيرجع كتشوف انه يديفوني كاين الشخصيه حتى مع المنتخب الاول. بطبيعه الحال. يقدر راه يكون شوف فريمون لعب راه عطى بوادر. الناس راه فرحانه بالاداء نعم ديال جسيم. هو الطالبي رضوان راه نعم تا هو ملي دخل. دابا ملي دخل راه مشى واحد الكره مشى هذا الطن عطى اندو وداز لا كيبين الطالب كتحس ربما اكثر كتحس بانه كاين واحد لا الثقه لا اكثر لا دابا- كانوا دابا- بجوج كانوا مزيانين. دابا جوج لا اللي هما محلينا. مزيانين كتحس على هذا جسيم. السؤال. نعم جسيم تقدر تكون نقطه اللي ماشي هي زوينه بالنسبه للمتتبع، انه كيبان لهم في الشاشه صغير بزاف. هذه نقطه كتقدر تعطيهم انه مازال باقي عليه، حيت حنا عندنا الثقافه ديالنا في الكره انه اللعاب صغير ما كتقدرش لا تعطيه انت فرصه هو انه يلعب في سردوان لاكوب شافوا ديمو. وسردوان شافوا بانه كان مزيان. يعني انا خديت راي ديال سردوان السي حسين اسلا. واش كتشوف انه جسيم اليوم كيلعب بالشخصيه ديال اللاعب ديال المنتخب الاول؟ لانه البعض انا كنحاول نقول غير الاراء ديال الجمهور باش اننا حتى الجمهور اللي كيتابعنا تكون يعني اجوبه على التساؤلات ديالو. واش كتشوف بانه فعلا تخلص من شوف، داك الثوب ديال اللاعب ديال الايفا هو واليوم اللاعب في المباراه ديال هايتي ملي يدخل وعطاك ذاك المعطى اللي هو حقيقي شفتيه بعينيك وسجل. وسجل الهدف، فاعطاك واحد الثقه على انه هذا اللاعب واجد. اش نعم. كنتسناو حنا من لاكوب دي موند؟ اللاعب اللي جاهز. فهاد اللاعب راه كيبان لي انا جاهز نعم وواجد على انه يقدر يدخل في واحد الوقيته ويكمل العمل اللي قاموا به الزملاء والاصدقاء ديالو نعم. قبل. فإلي تري تري بوزيتيف وسط المجموعه. كيبان لي انا نقطه جد ايجابيه لا هو لا الطالبي. واخا واحد اللقطه واخا تكلمنا عليها، ولكن اصبحت ربما طابع مغربي خالص اليوم في المونديال. الصحافه العالميه تتكلم هو العلاقه ديال اللاعبين مع الوالدين ديالهم والحضور ديالهم في الملاعب. شوفوا واحد الصوره ديال السيباري اللي حظات باشاده كبيره امامنا السردوال العلالي. الصوره ديال السيباري مع الوالده ديالو صوره غنيه عن كل تعليق. ماشي فملي غنيه كتشوف هذه الصوره ومليئه بالرسائل. انت دزتي لاعب، شنو الشعور ديال اللاعب؟ واش فعلا ما تيكونوا والديه في الملعب كيكون واحد الحافز كبير؟ لانه كانت حتى تصريح ديال السيد فوزي حنا القجع. كنا نتمناو نديو نعم. معنا والدينا، ولكن راه ما كانش هذا الشيء اللي كاين دابا. ما كانش هذا نعم. الجمهور اللي كاين دابا وطالع دابا. راه ولا هذا الشيء شويه راه تطور بزاف. لكن حسين يقول يقول لك التعليق على انت الصوره الا سردوان. ديتي امي نعم. راه خاص بزاف ديال الحوايج. اما دابا راه ولا النضج ولا الاحترام ولا بزاف ديال نعم. الامور. فالا ديتي الام ديالك راه خاص ما يكرهش اللاعب ماركي ويمشي عاد. شوفوا حتى الدموع ديال الام الدعوات ديال حاضرين معك في حتى التيران. الدموع ديال الام ديال الصابري اللي هي ام ديال كل المغاربه. سهلاش. سي حسين واش لا شوف واش هذا الحافز؟ لانه حتى السي فوزي القجع تكلم عليها في اخر خروج اعلامي ديالو مع الزميل سي محمد رماش، وقال بانه فعلا انه اليوم الجينات ديال المغاربه يعني عندهم واحد الارتباط كبير بالوالدين ديالهم. الا كانوا الوالدين ديالهم حاضرين راكم متاكد غيعطي 200%. فهو العلاقات ديال اللاعبين مع العائلات ديالهم بصفه عامه، ماشي غير الوالدين، تتلقى حتى الابناء. لانه الصوره الجميله ديال وهبي وهو مع الابن ديالو والاخوان والزوجات ديالهم عنصر مهم داخل المجموعه. انا نقول لك علاش، لانه انت لما كتلعب الرايه وكتلعب الشعب المغربي وكتلعب العائله وكتلعب الاصدقاء نعم. وكتلعب الخروج ديالك في الشارع، كتمنى وكتفتخر بداك الفرحه اللي كتشوفها انت في الوجوه ديال المحبين. فالوالدين لا سيما ملي كيكونوا في الملعب ما كيكون الا حافز معنوي لذاك اللاعب اللي كيبدع داخل ورقه الملعب. علاش؟ لانه حتى واحد ما كيرضى من الابناء انه نعم. يبان ضعيف قدام والديه. وهذه النقطه بدات الا شديتيها ودرتي لها تحليل عميق غتلقى على انه اللي فكر في هذه النقطه على انه
يجيبوا لي بارون ديال اللاعبين معاهم، ولات بصمه مغربيه فهي اليوم. نقطه جد ايجابيه. وحتى سور لو بلون نعم. ولو كوتي مونطال تلقى اللاعب انه سي رضوان، اليوم في الوقت اللي كنا مسيطرين امام المنتخب الهولندي، فاستقبلنا هدف عكس مجريات اللعب في لحظه ربما غاب فيها التركيز، لانه جات من بعد داك التوقف وديك الاستراحه اللي كتعطى اللاعبين الطيحه باش ديال هذاك يشربوا. لاطاكون طاحوا وكملها نعم. يعني واش ما كانش ربما واحد سوء تركيز في هذيك اللحظه هو اللي خلى المنتخب الهولندي يتسناك واحد الوقت كبير، ورغم اننا خدينا الكره وقت كثير يعني كما نقولوا في غفله لقينا الكره في الشبكه. عادي، حيت راه الطريقه باش جات هذيك الغفله نعم. راه جات غفله. نفس الطريقه ما كيتوقع حتى واحد. حتى الدراري دابا ملي مشاو راه ربما حتى مزراوي راه فقد التوازن ديالو. نعم. في واحد اللحظه ما فقدش التوازن ديالو كنقولوا مثلا. نعم. ولكن هذا بالنسبه لي انا عادي من الاخطاء وارده في كره القدم. راه ما يمكنش. شوف كيقول لك مثلا المهاجم سجل هدف سهل، لا، راه المهاجم الذكي هو اللي كيسجل من الاهداف السهله والاهداف ديال الاخطاء ديال الخصم. نعم. هذا هو المهاجم. نعم. فهمتي؟ لا بالنسبه لينا حنا راه ماشي تمارك عليك البيت، تمارك علينا تسجل لنا هدف. نعم. ولكن راه اللي واعر شنايا هو اننا قدرنا نرجعوا في الماتش ومع من فريق منظم. تصور معايا الا وقفنا اللعابه ديال هولندا وقفنا معاهم السيباري بوحدو. نعم. ووقفنا ابراهيم ولا جاسيم ولا الخنوز ولا قادر هما كيطلعوا على وليداتنا. ولكن رغم ذلك الله سبحانه قرروا وتعالى حكيمي قال العيسى طلع ما بقى ما يتخبى. طلع السيد دار ما دار تلعبات ما دار سونطراج لانه جاب الله التيسير. حتى ملي كتسيطر عرفتي رضوان. ملي عرفت اخويا حمزه اننا نغربحوا قسم بالله قلت مولين الدار رايحين تنتفرجوا قسم بالله ملي تضرب بيلانتي ديال رحيمي وجبدها الجول